أهم نقطة أحبِّك تعرفيها وأنتِ بتربّي ابنِك، كل طفل له لغة، في طفل بيفهم بالاحتواء، وفي طفل بالكلمة، ما فيش نسخة واحدة تنفع لكل بيت. تاني نقطة إن الأم المثالية دي وَهْم، الأم الواعية هي اللي بتتعلّم وتطوّر وتعتذر وتكمّل، كلمة واحدة بتغيّر كل حاجة، قولي له أنا فاهمة إحساسك قبل أي نصيحة أنتِ عايزة توصّليها له، ابنِك صعب في التعامل، اسمعي دي قبل ما تحتاري وتتعبي، خلّيني أقول لِك كل حاجة مهمة. الطفل الصعب غالبًا طفل متلخبط، مش طفل عنيد بطبعه ولا قليل الأدب، هو بس مش عارف يعبّر، والحل الأمثل معاه مش شدة زيادة ولا دلع زيادة، الحل إنِّك تفهمي هو محتاج إيه في الوقت ده قبل ما تسألي هو عمل إيه والّا بيعمل كده ليه، اسمعيه وسمّي إحساسه، أنت متضايق والّا زعلان، محتاج اهتمام، ولمّا يحس إنه مفهوم وسلوكه لوحده بيهدى. مش كل طفل صعب محتاج عقاب، ممكن يكون محتاج حد يفهمه ويحس بيه وبمشاعره. في 3 حاجات بتزود صعوبة الطفل وإحنا مش واخدين بالنا. أول حاجة إننا نوسّمه، يعني نقول عليه أنت صعب وعنيد، الكلمة دي بتلزق في شخصيته ومش بيحاول يتغيّر، خلاص هو نَفْسه بيصدّق نَفْسه إن هو كده من كتر ما بيسمع الكلمة دي. تاني حاجة نرُد عليه وقت العصبية، إحنا كده بنعلّمه إن الغضب لغة البيت وبنجرّأه علينا. تالت حاجة نركّز على الغلط وننسى الاحتياج، الطفل اللي احتياجه متغطي بسلوكه، أمّا إحنا بنهدى سلوكه بينضبط لوحده، وافتكري دايمًا إن الطفل الصعب مش محتاج أم أقوى، محتاج أم أهدى، الهدوء مش ضعف، الهدوء وعي.